برحب بكل مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة وأصل الحكاية. المسرح الشعبي هو موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هنعرف أصل حكايتها من ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو، الدكتور السيد محمد علي، الكاتب والناقد والرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. شرفتنا ونورتنا. خلينا في البداية نعرف إيه هو مفهوم المسرح الشعبي. هو مفهوم أي شيء شعبي. يعني مثلا أغنية الحنة يا قطر الندى، أيوة. ممكن واحد كتب جملتين منها، لكن مع تطور الزمن بقت الأغنية اللي بنسمعها دلوقتي في الأعياد والمواد والحاجات دي. فلما العمل يكون مؤلفه الأصلي غير معروف والشعب هو اللي يبدعه، أصبح اسمه شعبي. زي النظام مثلا القلة الشعبية، قلة المية ديت كان لها شكل، تطورت وقت بقى شكل معين. اي حاجه تطورت والشعب اضاف عليها بقى اسمها شعبي. فالمسرح الشعبي ده هو شكل من اشكال الفرجه ابتدعها الشعب المصري او ابتدعها اي شعب في العالم، وتطورت وصلت لشكل معين وبقى بقت اسمها شعبي. مش واحد اخترعها. لو واحد اخترعها يعني نقول مثلا ده فلان مثلا ايسخيلوس او يوربيديس عمل المسرح الاغريقي، عمل مش عارف ايه. ده هو اللي عمله. ايوه ما الشعبي بيتطور على ايد ناس، كل واحد من الشعراء الاغريق يطور العمل، يطور بعينه يعني. انما الشعب كله بيطوره بشكل تلقائي. طيب امتى ظهر المسرح الشعبي والتطور اللي حصل عليه على مدار التاريخ؟ بص، عايز اقول لك حاجه. انا في الماجستير بتاعي اسمه السامر الشعبي في مصر، او ظاهره السامر الشعبي في مصر. دي بتتناول اشكال الفرجه الشعبيه اللي فيها بذور مسرحيه، من اول موكب الاله امون لغايه موكب السيده عائشه. كل اشكال الفرجه الشعبيه. هو اساسا ده من اول البدايات، لانه بدا طبعا في الدين، يعني بدا في الديانه. زي مثلا في الاغريق، كل المسرحيات الاغريقيه كلها اصلا بتتكلم عن اله اغريق يعني. فبرضه المسرح بدا عند الفراعنه، برضه بدا من الدين يعني. هو في الدين جوه المعبد ما هوش مسرح، طلع بره المعبد وبقى في فرجه، بقى مسرح. اشهر حكايات ايزيس واوزوريس. اوزوريس ديت طبعا يعني اوزوريس ده يعني هو ابن اله الارض جوب واله السماء نوت. اوزوريس الابن الاكبر ليهم، كان راجل صالح. يعني بداوا بحكايات ايزيس واوزوريس عشان تفهم بس ايزيس يعني راجل صالح، قدر يعلم الشعب المصري الزراعه، وعشان كده سموه الرجل الاخضر. فغار منه اخوه ست، فقرر يقتله. عمل حفله، جاب تابوت وقال التابوت يجي على قده ياخد التابوت ده هديه. اخوه دخل في التابوت جه على قده، فيه مسامير وايه ورماه في النيل. مراته ايزيس جابته ورجعته تاني. بعد كده خد اخوه بخدعه تاني وقطعه ووزعه على كل محافظات مصر. هي جمعته ورفع الى السماء، وبقى هو في العالم الاخر بيحكم. اللي حصل بقى ايه؟ ان دايما في يوم وفاه اوزوريس كان الشعب المصري بيحتفل بهذا الاحتفال ده جوه المعبد كعباده. ولكن جه سنوسرت الثالث جاب وزير الخزانه بتاعته اسمه انخرفرت، وقال يعمل احتفال شعبي بقى، طلعه بره المعبد بقى. فطلع بقى المعبد وحط عربيات كده كارو كده، حط عليها تماثيل الالهه عشان تعبر، وجاب ناس يمثلوا الاعداء هم بتوع ست، وناس يمثلوا انصار اوزوريس، والحروب تمت والحكايه، ومثل ده بره المعبد. فتحول العمل من عباده الى مسرحيه شعبيه. لما جه هيروديت اتفرج على ده، كان في معبد ابيدوس بعد 500 سنه، قال لك شفت الناس دم ودماء، وشفت مش عارف جروح. فواحد قال له من اللي استضافه، قال لا ده الوان حاطينها، دي مش دماء، دي مش شيف بجد، دي خشب دي. فالراجل دي لعبه بقى، ما هوش بجد يعني. مش زي الشيعة ما كانوا يعوروا نفسهم. لا مش هو كده، ده بيمثلوا فعلا. شوف بدايه منين؟ موكب اله امون، وتواصل لغايه ما موكب السيده عائشه اللي هنتكلم عنه لما اجي اتكلم على المسرحيه بتاعتي الموكب يعني. وبعد كده بقى في ايه اشكال، بقى في وتطور بقى المسرح بقى في بقى الحضارات وحسب القصص وحسب الظروف. يعني بدأ بقى عيد الملك مثلا، يبقى برضه في احتفال شعبي في عيد الملك، في حروب تتم وتمثيليه تتعمل كده في عيد الملك. بدأ كمان يبقى مثلا ايه،
نوصل مثلا لمصر الرومانيه والاغريقيه ومصر القبطيه، يعني سيبك الروماني والاغريقي ده كان بيرتبطوا بالمسرح بتاعهم. هل كان في مناسبات معينه هي اللي بيتم تمثيلها على المسرح؟ ما في وفاء النيل لازم يبقى في عروض مسرحيه في وفاء النيل. وكانوا مثلا يعملوا حتى في مصر القبطيه كان حاجه اسمها موكب اصبع الشهيد. اصبع الشهيد. صباع كده جايبينه من واحد يعني من شهداء المسيحيه. ايوه. وكانوا بيعملوا موكب معين ويغسلوه في النيل فالنيل يعم، حاجات زي كده يعني، بس بفيه طقوس معينه. وفي الموكب ده كان الناس بتمثل. اصل هي فكره ايه؟ فكره المواكب الشعبيه بشكل عام حتى لغايه المواكب اللي هي موجوده دلوقتي، ان في مثلا واحد بيمثل دور حد تاني، عامل دور الملك، دور كذا، دور مش عارف القائد، وناس بتتفرج، وفي رموز واعلام لها اسقاطات موجوده عشان تبين مثلا عظمه الدين وعظمه كذا، وفي متفرجين. فده ده شغل المسرح، بس مسرح ماشي في موكب. بعد كده بقى في مسرحيات في حلقات برضه شعبيه، حاجات مرتجله لغايه حلقات بمعنى في يعني بس في مكان ثابت. لغايه لما بدات مثلا ايه واستمر بقى بعد كده، ولا برضو كان في مناسبات معينه بتبقى المسرح عباره عن موكب؟ لا يعني كان في كده حلقات. الموكب فضل لغايه دلوقتي موجود. يعني الموكب موجود في بعض يعني مثلا موكب رؤيه رمضان ده، الموكب ده كان موجود في المحافظات. انا وانا صغير كنت بشوفه، كان في كل المحافظات موجود موكب رؤيه رمضان. الموكب ده عربيات كارو عليها الحرف والمهن، تمثل انها بتعمل الحرفه بتاعتها تمثلها. وكان امور القسم مثلا يبقى قدام الموكب والعساكر ماشيين وراه والشعب محيط بيهم ويمثلوا الحرف كده. موجود المواكب كان يعني ما اعرفش دلوقتي موجوده ولا لا في الارياف يعني. أيوة. موكب سيدة عيشه كان موجود لغايه قبل كورونا، يعني كان موجود موكب سيدة عيشه، وهنتكلم عنه برضه بالتفصيل لان ده من المواكب الغنيه جدا. بدا بقى في بعد كده يعني الفتره الغنيه لما جت في فتره المماليك، يعني مصر القبطيه. مصر القبطيه كان يوصف فيها عروض مسرحيه، بس ماهيش عروض بمعنى عروض، حاجه اسمها شعر الميمر. كان يعني ايه شعر الميمر؟ كان شعراء كانوا بيقولوا على الربابه وعلى السيره. أيوة. يحكوا بطولات شهداء النصارى يعني. وكان بيحكوها بشكل وكان الحكايه كانها بتتمثل قدامهم يعني. ولكن بقى لما جينا بقى شعراء السيره، وبقى مصر في ايام المماليك بقى شاعر السيره ده يقعد يحكي كأنه ممثل واحد على الربابه، زيد زناتي خليفه، ابو زيد الهلالي، يحكي الحاجات دي. بالظبط. وبدا يظهر الفتره ديت خيال الظل، هو اصلا جاي من الاتراك، خيال الظل كشكل عروسه كده. أيوة. بتظهر خيالها كده. ده وقت الاتراك ظهر خيال الظل يعني من قبل كده كمان. ولكن بقى يعني خيال الظل ده يعني تاثر فيه بعض الناس اللي هم ابطال السامر الشعبي. كان بيجوا ابطال السامر الشعبي ده كان عباره عن فرقه ابطال السامر الشعبي. السامر الشعبي في الارياف ده في الريف. مين ابطال؟ يعني ايه ابطال السامر الشعبي؟ اللي هم يجوا في الافراح كده، او ليالي الملاح، او في اعياد الطهور، او السبوع، فرقه السامر، او فرقه الطبل. فرقه اسمها كده، وكانت او بيسموها مناسبات معينه، او سموها الطبل. أيوة. او سموها شلاطه كده، اسماء حسب كل بلد قريه بتسمي الفرقه دي. انا بكلمك على ايه؟ بكلمك على السامر الشعبي الخالص الغير متاثر لا بالحمله الفرنسيه ولا الانجليزيه، اللي هو ما تاثرش بالعروض الانجليزيه القادمه لمصر، ما تاثرش بيها خالص. فكانت تيجي الفرقه ديت بطل يعمل اراجوز، يعمل شخصيه الاراجوز، اسمه زقزوق او زرزور او فرفور، شخصيه الاراجوز. وفي شخصيات اخرى معاه بتمثل، مثلا زوجته العمده شيخ الغفر، وبيكلموا وبيحكوا حكايات ممكن تكون من واقع القريه. وكان السامر الشعبي ده في سامر وطني وسامر ديني وسامر اجتماعي. بمناسبة الأراجوز خلينا نشوف دلوقتي جزء من فرقة الأراجوز ونرجع نكمل حديثنا. اتفضلوا. يعبر عن مشاعره وأفكاره. والصور أول كتاب عرفها كان بيرسم صور على جدران الكهوف. فعلا تبقى الكتابة هي تاج المعرفة. ممكن، بس أنهي كتابة؟ دي على مر التاريخ كانت بتتغير من سنة لسنة ومن مكان لمكان. يعني تاج المعرفة عربي ولا لاتيني ولا فينيقي ولا فرعوني؟ انت حيرتني. امال فين تاج المعرفة؟ كل الصور بتشير في اتجاه واحد، يبقى ندخل من هنا. انت كمان مش عارف السكة منين؟ لا، أول المعرفة الكتابة بالصور،
احنا كده في الطريق الصح، يلا بينا هقدفي معايا. ربنا ينجينا وعلى خير تتم الحكاية. انا اندمجت جدا مع الاراجوز بصراحه. هو الاراجوز يعني ده ظهر تطور، امتى الاراجوز؟ ده تطور الاراجوز يعني ده في مسرح العرايس تطور الاراجوز، لان الاراجوز هي عروسه الجوانتي، يعني يبقى اللاعب لابس الجوانتي في ايده كاملا يعني. ايوه لما انا بلعبه ويحرك بايده بيحرك بايده الجوانتي بالظبط. وفي شخصيات اراجوز بطرطور اللي هو شكوكو كان زمان بيعملوا زمان. أيوة. يعني يعني عروسه الجوانتي، فهو طبعا ده كان عروس. احنا بنتكلم عن التمثيل البشري. أيوة. فكان البطل السامر الشعبي ده كان بيقلد الاراجوز. الاراجوز ده شخصيه ساخره جدا جدا، يسخر من جميع العناصر السياسيه والعناصر الاجتماعيه في البلد في القريه. وكان بيقود في السامر رجل يلبس دور المراه، وكان في السامر دايما يقدموا مثلا ايه، في السامر الوطني كان بيقدموا حادثه دنشواي دايما، ويجيبوا ابراج حمام زي ابراج حمام ويولعوها ويخلوا الناس تشترك في تطفيه الحريق. كان بيقدموا حاجات عن فرعون وسيدنا موسى، حاجات سامر ديني. وكان يقدموا السامر الاجتماعي ده هو بقى ينتقدوا الحياه الاجتماعيه في القريه المصريه. وكان يعني مسرح قوي جدا 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 جدا. ده انا بحثته في الماجستير بتاعي كده. ومن ضمن بقى الحكايات بقى عشان يعني عشان بقول لكم برضه عشان الناس برضه تعرف حكايه الى حد ما فيها تفصيله. اتفضل. في ده من سامر بقى فيوم، حكايه اسمها بمالي افعل ما بدالي. ممثلوا الهدادي. ملك نزل كده في وسط المدينه يتفحص الشعب والرعيه، لو واحد كاتب على المحل بتاعه بمالي افعل ما بدالي. قال له ايه ده؟ قال له هو كاتب بفلوس اعمل اللي انا عايزها. قال له طيب تعالى انا معجب جدا بيك تعالى. خدوا القصر وقال له خلاص انا زوجتك بنتي، روح بقى روح كده وتعالى لي بعد 10 شهور ومعاك انت وابنها ومعاك زوج من طفل منها. وخد بنته حبسها عنده في قبر. لو ما عملتش كده خلاص انا هعدمك، مش مركز على بدالك. الراجل اتجنن، زي ما كده على بدالك. راح ماشي كده، في واحده دلاله كده كان بيعرفها كده، قالت له قال له حكايتي كده. قال مالكش دعوه انا هخليك تتجوزها وتخلف منها كمان. راحت للملك وقالت له يا ملك انا رايحه احج وعندي صندوق فيه كل ممتلكاتي، عاوز احطه في حته امينه جدا. فالملك قعد يفكر ايه امن حته؟ الحته اللي بنتي مخبيها فيها. حط صندوق في الحته الايه القصر او المكان اللي حط فيه بنته ومقفول عليهم وحراسه. بنت الحاجه بتخبط في صندوق، واحد طلع لها قالت له انا جوزك اللي اتجوزتك. قالت له انت رحت فين؟ فحكى لها الحكايه. قال لها خلاص طيب يلا نجيب عيل. المهم ايه بعد شويه 10 شهور لا ايه بعد سنه جه بنته جايه والراجل جاله قال له ها السنه عدت. قال له طب ثانيه واحده بقى هات بنتك. لا بنته جايه معاها عيل وفي ايده كسره عيش كده. قال له ايه؟ قال له ما الحكايه كذا كذا كذا، انا دفعت لست فلوس وعملت كذا 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 كذا، خد بالك، وبمالي فعلت ما بدال. قال فعلا بمالك فعلت ما بدالك. من ضمن الحكايات الطريفه. ايوه طريفه جدا. فانا بقى انا السامر الشعبي طبعا يعني بحثت فيه كتير جدا وعملت فيه كتابات مسرحيات اكثر من 10 مسرحيات في السامر الشعبي بالتسلسل، وكان كل مسرحيه بتتابعها كل مسرحيه. يعني لما اجي اتكلم عن التجارب الخاصه بقى ان شاء الله ايوه هنتكلم عنها بالتفصيل يعني. طب الاتجاهات عموما للمسرح الشعبي، ايه هي الاتجاهات المسرح الشعبي؟ ما هو الاتجاهات المسرح الشعبي ده زي ما انا شرحت ان هي مثلا لا اما بيخاطب بينتقد الحياه السياسيه، لا اما في اتجاه ديني، لا اما اصلاح اجتماعي. لان كان في شيخ علي النقا في المنوفيه كان يعمل مسرحيات دينيه ويجي عند نقطه معينه كده فيها خلاف، فالناس تختلف ويقول طب هنحلها ازاي المشكله ديت. فكل واحد يقوم يجيب ادله من القران ومن السنه ودليل يوافق عليه الممثلين يمثلوه يحلوا المشكله. ولحظتها في لحظتها ارتجال. مسرح مرتجل. مسرح مرتجل واللعبه الكواليسه مكشوفه. يقول لك انا دلوقتي هبقى الملك، روح هبقى الملك. انا دلوقتي ماشي، انا دلوقتي طاير، انا دلوقتي راكب كذا، يروح جايب حاجه كده شدت حاجه كده انا بقيت في حته الفلانيه. لعبه على المكشوف. ما اقولش بقى بريخت ولا بريخت اعلى ثابت بريخت. كان كده على طول كان ارتجال ولا كان في مرحله معينه الارتجال هو اللي موجود؟ لا هم كانوا قبل العرض يعني عاملين بروفه الى حد ما قبلها بيوم ولا حاجه. بس معظم الناس بتتدخل في العرض فيرتجلوا. لكن هو مجهزين قبلها. يعني الجمهور كان بيشارك كمان. ده اساسا مشاكل الجمهور. يعني الممثل بتاع السامر الشعبي لا يتقمص الشخصيه. بمعنى ايه؟ يعني هو مش عاوز يوصلك للاندماج الكامل، لان عشان تتفرجي على المسرحيه بعقلك مش بمشاعرك.
بحيث لما ينتقد يبقى عارف انه بينتقد ايه، بيعمل ايه، فبيمثل مسرحيه من بره، وفي اي لحظه من اللحظات ممكن يجي له النقطه دي جالنا من فلان الفلاني كذا كذا، ويروح راجع تاني للشخصيه، فيخليك تتفرج على المسرحيه بعقلك وليس بمشاعرك. طب يبقى دور الكاتب ايه هنا ما دام مفيش كاتب، مفيش مؤلف مفيش مسرح شعبي، ما قلت لكن شعبي الناس لكن شعبي في موضوع بس، وهو من الموضوع بيرتجل حوالينه، بيرتجل زي شغل حوالينه الورش. ويطلع جوانب منه بقى زي شغل يتكلموا الورش. فيه. زي شغل الورش. والموضوع ده كل كام سنه كده يتطور ويتغير ويتغير طب ويتغير. فما فيش كاتب، ما هو ما يبقاش اسمه شعبي، لو بقى كاتب ابقى مسرح فلان الفلاني. يعني نقدر نقول عليه ان هو مسرح ارتجالي اصلا ارتجال، اساس مسرح مرتجل. اساس مسرح مرتجل اساس. مم. في ناس بقى يعني اشتغلوا عليه بقى وعملوا عليه تجارب وعملوا عليه يعني عملوا استنبات، واحنا نتكلم عليها ده. ايه التجارب اللي عملوا على المسرح اهم واحد عمل عليه الدكتور يوسف ادريس. الدكتور يوسف ادريس قال طالما لكل شعب لغته وكل شعب عاداته وتقاليده، يبقى لكل شعب مسرحه، دي المسرح بتاعه كل شعب. فعمل تجربه الفرافير، خدها من شخصيه زقزوق او فرفور الموجوده في مصر، هو اللي هو البطل الشعبي الساخر اللي هو بينتقد الحاله الاجتماعيه والحياه السياسيه في البلد، وراح كاتب مسرحيه الفرافير وقال وفيها شخصيه عنده راجل بيلبس امراه، وحط كل المواقف الشعبيه. انا عامل فصل عندي في الماجستير بتاعي عن يوسف ادريس وعن كرم مطوع، عمل خد كل الافيهات وكل المقالب الشعبيه اللي شافها في الريف، لان هو كان اهله ابوه كان ناظر زراعه، وكان عايشين في البراشيه وراحوا البيروم في الشرقيه، ولف مع ابوه ناظر زراعه واتفرج على العروض الشعبيه دي، خد اهم الفصول دي وقدم هذه المسرحيه. للاسف لما قدم مسرحيه نزلت في كتاب، وهو كان بيتكلم قبلها بقى ايه، كان بيتكلم دعوه للمسرح المصري، والناس تقرا الدعوه دي وناس منبهره بالدعوه دي. لما قدم المسرحيه كل كتاب جريوا بقى، يوسف عوض وغيره يجري يبص لك ايه هو واخد من مين؟ ده واخد من ارستوفانيس في مسرحيه الضفادع. قلت له يا عم ده الميت اللي بيتكلم هم شايلينه، ودي نمره اساسيه في السامر الشعبي. الميت المقالب الموجوده فيها دي من السامر الشعبي، مش واخد من فلان ولا علان، مش واخد من اي حد خالص، دي من السامر. وجي بقى اخرجها له كرم مطوع، وكرم مطوع كان راجع ساعتها من ايطاليا ومعاه دراسات بقى، خد المسرحيه فرغها من كل سامر شعبي وخرجها من كل الشكل الشعبي، وخلى البطل يلبسوا قميص وبنطلون، وخد فكره السيد والفرفور بس، وعمل كورس وطورها بعد كده بوظ المسرحيه، دمرها مش طورها، بوظها تماما. بقت مسرحيه شعبيه، مسرحيه تقليديه عاديه جدا، بقت مسرحيه عاديه مش مسرحيه شعبيه. لما كنت انا بعمل انا كنت اشتغلت على المحبذاتيه بتاعتي، كان مسرح شعبي. دي مسيره مصر مهرجان القاهره الدولي مسرح التجريب الثاني. اسمها ايه حضرتك؟ المحبذاتيه. الايه؟ المحبذاتيه. التحبيظ يعني بمعنى ايه؟ المحبذاتيه. لما كنت اسال ابويا الله يرحمه كان يقول لي ايه يا اخي ما تحبظهاش بقى يا سيد، ما تحبكهاش. المحبكتير بيعملوا حاجات كاريكاتير فوق اكتر من الواقع يعني. محبذاتيه، وهنتكلم فرق المحبذاتيه والخلابيص. الخلابيص دول حاجه ثانيه برضه بتوع سامر الشعبي. المحبذاتيه دول يعملوا اكروبات مع التمثيل، الخلابيص يعملوا تمثيل مع غناء. فانا بعرض مسرحيه كده، انا يعني لحسن حظي يعني ان يوسف ادريس يبقى خالي اخو والدتي. فانا دخلت كده فلقيته قاعد اتأثرت بيه حضرتك؟ انا لما قريت، احنا ما احتكناش ببعض فنيا غير اول احتكاك هو اللي حكولك ده. اتفضل. هو يعني كنا بنتكلم في السياسه، ما بنتكلمش في الفن يعني. بس انا ما اتفرجت على الفرافير وانا صغير ما فهمتش منها ولا كلمه، كان عندي 6 سنين ساعتها. قلت ايه ده، مش فاهم حاجه خالص. من كبرت قريتها قلت الله، الشكل اللي عاوز يقوله مش هو المتمثل بيه. فلما دخلت اتفرجت مسرحيه فقلت له الله، انت ايه يا خالي اللي جابك هنا؟ قال لي يا ابني مش عارف ان خالك عضو لجنه التحكيم الدوليه بتاعت المهرجان؟ قلت له انت مش عارف المسرحيه اللي بتمثل مصر دي تاليفي انا؟ قال بجد؟ قلت له راح رايل فاروق حسني، سياده الوزير سيد ابن اختي مؤلف المسرحيه، يا سعد الدين وهبه سيد ابن اختي، يا كرم مطوع سيد ابن اختي هو المؤلف المسرحيه. فكان اخراج الله يرحمه محسن حلمي. بعد المسرحيه ما خلصت بص كده كرم مطوع نظره عتاب وقال له يا محسن، قال له يا كرم، السيد ومحسن عملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله في الفرافير، لان الفرافير قتلت. قدموا السامر الشعبي ما نعرفش نقدمه. ايوه. فحسيت ان هو يعني
كان فرحان جدا بالتجربه، وكان دي اول حاجه يشوفها لي يعني تقريبا يعني. طب خلينا نتكلم مع حضرتك عن كتاباتك وتجربتك مع المسرح الشعبي. ابتديت امتى تكتب، وكان ايه اول كتاباتك واول مسرحيه حضرتك قدمتها، وكانت عن ايه برضه؟ بص حضرتك اقول لك حاجه. انا من وانا طفل صغير وانا اهتم بالمسرح، كان عندي فريق تمثيل وانا في المدرسه في ابتدائي يعني اولى. تهتم بالمسرح عموما؟ كنت بمثل بمثل واعمل تمثيل واعمل افكار كده. بس انا لما بدات بقى ادخل في الجامعه وبدات اهتم بالمسرح، بدات يبقى فكري في المسرح الشعبي، وفكري ان انا اعمل، كان كل تفكيري ان عاوز اقدم مسرحيه. المسرحيه دي تكون مختلفه عن اي فرجه اخرى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لقيت في تلفزيون وفي سينما. طب ايه اللي يميز المسرح عن التلفزيون وعن السينما؟ انه يكون حي. طب هيكون حي ازاي؟ ان المتفرج يشترك في العرض المسرحي. المتفرج يشترك في العرض المسرحي. فكان كل هم هو ده. فكتبت مسرحيه اسمها لا كده. وقدرت تعمل كده ازاي بقى؟ كتبت مسرحيه اسمها لا كده نافع ولا كده نافع. دي اول مسرحيه. اول مسرحيه قدمت في الثقافه الجماهيريه. المسرحيه اتعرضت في تقريبا معظم كل محافظات مصر. كانت بتتكلم عن ايه المسرحيه؟ هي بتتكلم عن حاكم، ولا كده نافع ولا كده نافع. عن حاكم بيحكم بلد يعني، وبعدين الحاكم ده يعني مرض يعني، وبعدين زوجته اللي بتحكم زي شكل الدور كان بتحكم بدل الملك الصالح يعني كده يعني. وبعدين بدا يبقى في انقضاض على الحكم، وبدا يشوفوا مين اللي هيحكم، قضيه الحكم يعني. طب هنكمل بقى كلامنا عن لا كده نافع ولا كده نافع بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل، نرجع لكم مره ثانيه، خليكم معانا. ولسه مكملين موضوع واصل حكايتنا النهارده عن المسرح الشعبي مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو. اسمحوا لي ارحب بالدكتور السيد محمد علي، الكاتب والناقد والرئيس الاسبق للبيت الفني للمسرح. اهلا بحضرتك مره ثانيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اول مسرحيه لحضرتك، لا ينفع كده ولا كده نافع ولا كده نافع. لا، دي اول مسرحيه شعبيه على فكره. اول مسرحيه شعبيه. دي حضرتك عملتها تقريبا، وكان عند حضرتك قد ايه بقى يعني في السن؟ انا كنت في كليه في سنه ثالثه. يعني ما كنتش وصلت مثلا 22 سنه حاجه زي كده. وقدام الثقافه الجماهيريه، وبعدين لقيت ترحيب كبير جدا في الثقافه الجماهيريه. وبدات تتعمل في المسرحيه دي، انا اعملها تتعمل في الشارع، في حديقه، في حلقه، في اي مكان. طب وازاي كان؟ لان كان حضرتك قلت ان الهدف من المسرحيه دي برضو ان الجمهور يشارك. طب في البدايه احنا المسرحيه بدايه المسرحيه ان احنا في فرح ده لواحد كبير في البلد، والعمده بيحضر الفرح، والشيخ الافضل بيحضر الفرح، بيتعامل مع المتفرجين، بنوزع عليهم شربات، ملبس، حاجه زي كده. بعد كده هنبدا تمثيل، فيجي فرقه ثانيه تدخل، قرايب العريس عاوزين هم اللي يبداوا التمثيل، فرقه محمد ابو السيد وفرقه فرقه اخرى يعني. ايوه حنيفه وسليمان. الفرقتين بيتخانقوا مع بعض، ده عايز يمثل، ده عاوز يمثل، دول قرايب العريس دول قرايب العروسه، كل واحد فرقه عاوزه تمثل تحيي الفرح. فالعمده بيقول الحل الوحيد ان احنا نعمل منازله بينكم في المواويل، والجمهور يوافق انه يمثل، هو هيبدا التمثيل. فده المواويل ارتجالي زي القافيه كده، وقاعد يدخلوا بعض طبق قافيه كده. فممكن المسرحيه النهارده بكره تبدا كذا، بعده تبدا كذا. الاثنين يعني كل يوم ممكن تبدا بدايتها وتتجه بقى في اتجاهات مختلفه بعد كده. شكلات مختلفه حسب الجمهور. انا كاتبها بشكل ايه؟ فرقه بتمثل عامه الشعب، وفرقه بتمثل جزء في السلطنه. وممكن التقديمه دي في اي لحظه ودي في اي لحظه. يعني ده الاحداث بتكمل بعضها. ايوه فممكن خلاص هم اللي بداوا، وده يكمل بعد كده وهكذا، لغايه ما نيجي في مسرحيه تيجي في النهايه يحصل فيه مشكله كبيره جدا. مين اللي هيحكم؟ وناخد راي الناس، هنحكم ازاي البلد؟ نمشيها بدق، نمشيها يعني اشتراكيه ولا راسماليه ولا ايه ايه الفرق؟ وكان الناس بتتفاعل ولا دينيه ولا كان الناس بتتفاعل بشكل والناس تقول. وكنت عامل كاتب 3 نهايات. النهايه اللي الناس تقولها الليله ديت حسب تعاطفهم تتمثل. مجهز 3 نهايات طبعا. 3 نهايات. فالمسرحيه الناس كان واحد يقول لك انا رايح اشترك في مسرحيه الليله بالمعنى ده. ففكرت في الحكايه دي، بس انا لما كان الجمهور بيحب الموضوع ده، كان منفعل معايا. بس في حاجه بقى لما تتابعت المسرحيه اتفرجت عليها في قرى مصر، قدرت اعرف اخطاء المسرحيه دي.
وانا ذاكرهم في الكتاب بتاعي سامر شعبي في مصر. كان ايه اخطاء المسرحيه؟ لان الجمهور اصبح ما بيتفرجش، ما يعرفش حكايات السلاطين والمماليك والامراء. الجمهور بيتفرج على التلفزيون المصري دلوقتي، التلفزيون دخل بقى يدخل القريه والسينما والحاجات ديت، فاثرت على تفكير الجمهور. قلت اذا يبقى الرساله ديت كنت لازم اقدم عنهم حكايات عن حاجات من القريه نفسها. صحيح. حكايات من قلب القريه نفسها. صحيح طبعا. فجيت عملت تجربه ثانيه عملتها فين في قصر ثقافه الغوري للتراث، ودي اللي فتح بقى القصر الغوري للتراث اخراج محسن حلمي. كانت باسم ايه التجربه؟ اللي هي المحبذاتيه. بتحكي بقى عن ايه؟ عن السلطان الغوري، القصر الغوري بتاعه. بتحكي عن السلاطين وعن الاماكن اللي هي موجوده في قصر الغوري. فانت اللي جاي يتفرج فاهم وعارف بيسمع قايتباي، ما هو الشارع بتاع قايتباي اهو. بيسمع ناس من الحته اللي هو ساكن فيها والشارع اللي كان فيها. فبدا الشعب بقى قريبين جدا جدا من الايه، ويتفاعلوا اكتر طبعا اكيد. لدرجه ان مثلا ان احنا كنا بنعرض في رمضان دايما يعني. ودي برضو العرض اللي افتتحوا بيه مسرح الهناجر هو المحبذاتيه. لدرجه ان احنا جينا عرضنا مصر كانت بتلعب في كاس العالم، فقال احنا نوقف العرض وما نعرضش، الناس هتيجي وما تجيش. فعرضنا كان المسرح كله نساء، ودي الصوره البامفلت بتاع المحبذاتيه. المحبذاتيه دي شوف تركيبه الناس عامله ازاي والشخصيات عامله ازاي، واللبس والالوان وتفاصيل كتيره جدا حلوه. ده بقى فيه بقى ده التمثيل والارتجال، وفي يمثل التقليد، وفي الفكره غريبه جدا. الممثلين بقى هل لازم يكون فيهم ليهم دي منها برضه صفات معينه، مؤهلات معينه؟ الممثل بيتعامل مع الجمهور بيتدخل معاه، وفي فيها شعر وربابه، لازم يبقى عنده التلقائيه على طول والارتجال سريع وفيها الاراجوز وموهوب في النقطه دي. طبعا ده طبعا ده مهم جدا ان الممثل يقدر يبقى قوي جدا. المسرحيه طلعت في الفتره دي، كانت مسرحيه اتعرضت في مهرجان مسرح التجريب الثاني. كان في مارتن إسلان قالوا المسرح هتمثل مصر مسرحيه من التراث الشعبي اسمها المحبذاتيه. فقال لك التراث الشعبي والمسرح الشعبي لا ينتج تجريب في المسرح. بعد ما اتفرج على المسرحيه عمل بيان في المهرجانات احيانا التراث الشعبي يعمل تجريب في المسرح، غير رايه في المسرحيه ديت. احنا قدمنا فرجه مسرحيه فيها تجريب، فيها فرجه كبيره. العرض قعد شغال شهور كثيره وعلى اقبال جماهيري كبير جدا جدا، الناس كانت بتروح قبلها فتره عشان تحجز اماكن ليها. يوم ماتش مصر اللي اتلعبت في كاس العالم المسرح كان كله نساء، كل النساء الغوريه كانوا بيتفرجوا على المسرح. هم اللي بيتفرجوا على المسرح، ما همش في الكوره. في مسرح الهناجر عرضناه، المسرح الهناجر الاصلي الجمهور اتفرج من ناحيتين، خشبه في النص جمهور من هنا وهنا، عرضناه بالشكل ده ولقيت اقبال جماهيري كبير جدا يعني. والطلبه اتعرض في كذا حته في مصر، وطبعا ومحسن خد عليها جائزه الدوله التقديريه الله يرحمه يعني بعد ما توفى يعني. دي المحبذاتيه. بعد ما عملت المحبذاتيه قالوا احنا محتاجين تاني نعمل جزء تاني محبذاتيه. فعملت من كتر ما هي حققت نجاح وانتشار طلب ان هم يبقى ليها جزء تاني. فعملت فرقع علوز. ليه بالتحديد فرقع علوز؟ عارفه ايه يعني فرقع علوز؟ عارفه فرقع علوز ده؟ مش عارفه يعني ايه. يعني انا يعني اسمع عن فرقع علوز، بس بالتحديد ايه التفاصيل؟ فرقع علوز ده دي حشره بتبقى موجوده في الغيط. الفرقع علوز انا كده حشره سودا كده، كنا واحنا صغيرين نمسكها كده تقعد تطقطق في ايدينا كده. ايوه هو الذي يطقطق. عرفت دلوقتي فرقع هو الذي عرفت دلوقتي فرقع. طبعا هو الذي يطقطق على الفاضي. كان يطقطق على الفاضي. ولما تقرب منه دخان او سجاير لا مش يقعد يطقطق بزياده او ينط او حاجات كده. ايوه طبعا. فالمسرحيه دي كانت بتتكلم، انا فكرت بقى في حاجه مهمه جدا. دي كانت في الفتره اللي هو كان فيها الموضوع بتاع العراق والكويت واقتحام في الوقت ده الكويت للعراق طبعا. اقتحام العراق للكويت يعني الفتره ديت يعني. وكنت بتكلم فيها عن ايه؟ قلت ان السلطان سليم الاول لما اقتحم مصر واحتل مصر كان دايما، ودي حاجه كان بتحصل، كان دايما بيحارب ارباب اللعب، بيحارب بتوع الاراجوز وبتوع خيل الظل وبتوع السامر، لان هم كان دايما بيتكلموا على السياسه وبيحرضوا الناس ضد الايه الاتراك. فكان بيعدمهم ويقتلوا. فجمعوا نفسهم، المسرحيه كانت جمعوا نفسهم في قصر في مدفن الغوري عشان يعلموا اولادهم حرفيه المسرح، حرفيه لعبه السامر الشعبي او لعبه المسرح الشعبي، علشان ما تنقرضش هذه اللعبه. فيقول لك كيف تكون والي شرطه، كيف تكون زوج، كيف تكون مواطن، حتى المواطن عندي قاطعين له لسانه. والي شرطه ده لازم يكون قليل الادب، ما اعرفش ايه لازم يكون أدب. يعني الزوجه لازم تكون، كل واحد له شروط. والمسرحيه بتحكي حكايه السلطان طومان باي بشكل كوميديا شعبيه ساخره، وبتقول الراجل ده بتدي له حقه فعلا من التاريخ.
وكان ديت مسرحيه ايه فرقع علوز، ولقت نجاح كبير جدا جدا برضه في اصل ثقافه الغور والتراث، واتعرضت برضه كذا فتره. بعد كده هوت فكرت اعمل، كانوا في قصر اسمه حسن فتحي في القناطر، قصر كان عامل على هيئه دايره رومانيه كده، عاوزين يعملوا عرض مسرحي، فقلت انا عاوز بقى حاجه على القريه بقى بجد بقى، انا ما عملتش حاجه عن القريه كده يعني. قلت لازم اجمع الموضوعات عموما اللي بتختارها سواء القصص اللي حضرتك حكيت عنها، بتختارها ازاي؟ وكل مره لما بتيجي تكتب مسرحيه معينه بتفكر ايه هي الموضوع اللي عايز تكتبه، بتختاره على اساس ايه؟ ما هو انا يعني انا اي كاتب لما يختار الشكل لما يختار الموضوع المضمون، فلو اخترت شكل معين بشوف الموضوع اللي يفيد الشكل ده. ايوه فاهمه قصدي حضرتك. او العكس او اختار أو مثلا الموضوع اللي يفيد الشكل. يعني فانا طبعا كنت محتاج حكايه تكون شعبيه من قريه، فرحت القريه هناك كفر الشرف، قعدت ابحث كذا شهر واشوف ايه الحكايات اللي موجوده في القريه ديت، فلقيت في حكايه مهمه جدا جدا جدا، ان هم مشهور عليهم حاجه كده زي ما احنا كالشراوي يقول لك عزمه القطر، يعني هناك صلوا الجمعه الاربعاء. صلوا الجمعه الاربعاء عشان يهربوا من الضرايب. حكايه. وهم كان عندهم حكايه برضو ان كان في شيخ يعني بتقعد مع الناس في القريه وتسمع حكاويهم. لا انا مجمع جميع الاغاني الشعبيه بتاعتهم، وجميع كان لي اخ موسيقى مهتم بالمزيكا اسمه شكري، يعني جمعنا سجلنا من اللي بيطربين الشعبيين المزيكا بتاعتهم كمان وبتغنيها برضو في المسرحيات بتاعت حضرتك؟ بتطور وبتغني في المسرحيات. فيمكن هتلاقي حته من المسرحيات اسمها مسرحيه الخلابيص، هنشوفها عملها سامي مغاوري، وكان عملنا على الهناجر اخراج عبد الرحمن الشافعي. وجمعت منهم الحكايه الشعبيه ديت عشان تعمل في قصه ثقافه اللي هي كفر الشرفه يعني، وهي كان حكايه من كفر الشرفه، وبعد كده يعني اتسمت الخلابيص. لان الخلابيص دول لازم يغنوا مع التمثيل. وقدمت الحكايه ديت بشكل متطور شويه في تكنيك السامر الشعبي. يعني انا ايه اللي اضفته كتطوير؟ ان مثلا ان انا ممكن مثلا ممثل بيحكي حاجه معينه وبعدين اشوفها بتمثل في منطقه اخرى، وبعدين ممكن ادمج الواقع بالخيال بطريقه، لان السامر عنده كواليسه مفتوحه وكل حاجته مفتوحه. يمكن ان في حته نقط ممكن لو عرضنا حته من مسرحيه الخلابيص هتلاقي اللعبه احنا بنتعامل مع الجمهور الحقيقي. هنشوف دلوقتي. طب ايه رايك نشوف جزء من مسرحيه خلابيص ونرجع نكمل كلامنا؟ اتفضل. كله يصحى كله يفوق. يلا يا جماعه نطير ونطلع لفوق. يلا تعالى وبص واتفرج على حكايه متر في متر ونص. متر في متر ونص، حكايه شعبيه مليانه بلاوي ومواعظ اجتماعيه نقدمها لكم على مسرح الهناجر الشعبي. شعبي ايه الهناجر الشعبي؟ والله هنبوظه ونخليه شافعي. على مسرح الهناجر الشافعي. لا خليه شعبي، خليه شعبي. حاضر، على مسرح الهناجر الشعبي. يلا بينا. وفي ليله سودة اتأخر زقزوق. خش يا زقزوق. المسرحية يعني فيها غنى وفيها تمثيل وفيها أداء مختلف ومميز، فيها تفاصيل كتيرة جدا. المسرحية كانت بتتكلم على إيه؟ وليه اخترت حضرتك اسم الخلابيص؟ الخلابيص هم خلبوص الطبل، يعني هو بتوع السامر اسمهم خلابيص. فعلا. وراجل صالح في البلد حلم ان هو حلم القيامة قامت. فجاء جاب ابنه وقال له بص انا القيامة قامت يعني انا هموت، اجري بقى جهز الجنازة وجهز الناس وشوف مين هيقرا في يعني بقى يجهز لخرجته يعني. ايوه. فاللي حصل ان كل اهل القرية قال لك ايه ده؟ الحلم القيامة قامت والقيامة هتقوم بجد. كل الشعب او كل اهل القرية تكالبوا وتصارعوا على شراء التراب والمقابر. بقى التراب في السماء
لدرجه ان في بطل وبطل لسه بيجوزوا في نفسهم، تيجي حماده تقول لي يا ابني التربه عندي قبل الشقه. بنتي ما تندفنش اقل من اخواتها البنات. ده اختها الكبيره جوزها جاب حوش بحاله. كده بدات الدنيا تتحول لايه؟ وبقى في سماسره وفي مش عارف المساله دي. بعد كده اكتشفوا ان اليامه ديت هي جراد جه على البلد. جه على البلد وهو مقدع على البلد كده، نزل على الارض الوسيه كلها. فالشعب قبل ما يوصلهم قعدوا يعملوا بقى حرب الجراد، ولعوا دخان وعملوا مش عارف ايه حموا اراضيهم. فطبعا اتفرج عليهم من الوسيه كانت بتقدم للباب العالي للضرايب ان ياخدوا ضريبه كبيره جدا جدا من اهل كفر الشرفه دي. فاليوم اللي جاي الراجل الملتزم عشان يجمع الضريبه ديت، كلهم دخلوا المسجد وقالوا النهارده الجمعه، وكان يوم 4 يوم 4. حضرتك بتكتب مسرحياتك بشكل ترفيهي، بشكل يعني في فكاهه شويه، برغم ان هو بيتكلم عن نواحي بقى بغض النظر عن نواحي سياسيه اجتماعيه، بس حضرتك بتقدمها وبتكتبها بشكل ترفيهي اكتر. بس الشعب المصري بطبيعته عنده الكوميديا، حتى في الازمات يطلع نكت، حتى لو عنده مصيبه يطلع نكت. حتى انت قاعده في عزا تلاقي في اتنين جنب بعض قالوا في واحد بيضحك حقيقي كده. الشعب المصري كده طبيعته كده. فانا عاوز المسرح هو فرجه وفي استمتاع، ما يتفرج ويستمتع ويضحك وفي نفس الوقت ياخد فايده. صحيح طبعا. عشان كده قدمت الخلاويص. بعد كده قدمت العروض الشعبيه عرض، اخدت الماجستير بقى مش عارف ايه، بقى في مخي افكار اكتر جدا عن المسرح الشعبي. فقلت طب اعمل ايه؟ فقدمت عرض اسمه ملهات الحجاج. دخلت منهات الحجاج عن الحجاج بن يوسف الثقفي. ايوه. ملهات الحجاج ديت الحجاج هو حاكم العراق. العرض ده في كل اشكال الفرجه الشعبيه، في خيال الظل وفي الاراجوز، في كل بشكل ناضج جدا، لدرجه انا خدت عليه الجائزه الاولى. ده كان مجهود كبير جدا اكيد المسرحيه. جائزه سويرس. سويرس طلعت الاول على 95 واحد من كبار كتاب مصر سنه 2010. واخدت منك وقت قد ايه لتحضير الحاجات دي كلها؟ يعني قعدت اكتب فيها بتاع حوالي سنه او اكتر من سنه يعني. وهو انا لما بعمل كتابات بتاعتي بحاول ان انا اجمع حوالينها ماده يعني حتى في الملابس الشعبيه والحاجات الشعبيه بجيب الماده، الاغاني الشعبيه بجيب الماده بتاعتها. لا احنا شفنا في الجزء من مسرحيه الخلاويص، وبرده في الصوره اللي كانت لمسرحيه الفرقعلول. لا مش الفرقعلول، الخلاويص المحبظاتيه. في مهتم برضه باللبس. كل مسرحيه ليها الستايل بتاعها والشكل بتاعها. في الفتره دي بقى هي ملهات الحجاج لسه ما اتعرضتش، يعني هي في خطه المسرح لسه ما اتعرضتش لغايه دلوقتي. هيخرجها ان شاء الله في قطاع فنون الشعبيه الاستعراضيه حسام الدين صلاح. في مسرحيه عملتها في الفتره ديت اسمها الشطار. مسرحيه الشطار دي كنت بتنبأ بيها بثوره 25 يناير. الشطار دي في عندنا جزء منها. هي كانت وقتها امتى اتعملت؟ اتعملت 2009 2010. كان بتنبأ كنت بقول فيها ان في سلطان اسمه الشمخمق حلم رؤيه ان طلع له قرون وانه ماشي على انطره بين الجنه والنار، وفي 3 ابواب قدامه مكتوب لا 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 لا. خد بالك؟ فهو ماشي وكان يدخل باب لا 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 وهو خاف يقع. الحلم دايما كابوس كمان بيجيله، فدايما راح يدور على حلمه ده. هو كان سلطان كان ظالم يعني. فالمسرحيه ديت افتتحوا بيها مسرح اللي حولوا بقى مسرح الغد الى مسرح الغد والعروض الشعبيه. كان صديق نصر عبد المنعم قال لي احنا عاوزين نعمل عرض شعبي نحول بيه القاعه دي لقاعه عروض شعبيه. فعملت مسرحيه الشطار بطوله سامي مغاوري، وكان عرض ناجح جدا جدا. هو طبعا امن الدوله وقفت لنا العرض ده في الفتره دي، وقال انت بتقدم عرض بتتكلم، لان البطل عندي اللي هو الشماخ ما طلع في اخر المسرحيه كده عيان كده وبحكموه وحاجات زي كده وفي الاخر وجم وقفوا المسرحيه وقفلنا ومشاكل فيها لغايه ما جه بتوع الحزب الوطني دخلوا في راجع المسرحيه ورجعت مره ثانيه. اتفرجوا على المسرحيه استمرت يعني. طب ايه راي حضرتك نشوف دلوقتي جزء من مسرحيه الشطار نرجع نكمل كلام. طب يلا شوف شغلك، وريني شطارتك في الحلاقه. طب ممكن بعد اذن جلالتك يا مولاي السلطان تشيل عمامه السلطنه من على راسكم الكريمه؟ لا شيلها بايديك،
وبعد ما تخلص حلاقه وتحط لي بودره على قفايا ابقى رجعها تاني. ده شرف عظيم ليا يا مولاي السلطان اني اشيل عمامة السلطنة بايديا المتواضعة دول. اسود، ايه ده يا مولاي؟ ايه؟ في ايه؟ لا يا مولاي مفيش حاجة. طب احلق وانت ساكت. اكتشف الأراجوز السر اللي خلى السلطان يقتل كل الحلاقين اللي سبقوه، والسر هو ان السلطان طلع له قرنين في راسه، وطبعا مش لازم اي حد من الشعب يعرف الحكاية دي. مش شايف حاجة غريبة طالعة من شعر راسي؟ ابدا يا مولاي السلطان، ده حتى شعر عظمتك زي الحرير. عاوز تقول ان انت لسه ما شفتش السر؟ لا يا مولاي انا ما بشوفش غير الشعر وبس. غريبة مع انهم واضحين زي الشمس. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ انا لسه ما سألتكش. اتفضل اسأل يا مولاي. تعال قرب، بص كويس للقرنين دول وقول لي اتجاههم لقدام او اتجاههم لورا. ايه اللي تقول عليه جلالتك يا مولاي؟ لا انا عاوز اعرف رايك انت. رايي انا؟ ايوه، لانك بتمثل الشعب ورأي الشعب يهمني. وهو يا مولاي هيفرق عند الشعب لو كان اتجاههم لقدام ولا اتجاههم لورا؟ طبعا تفرق كتير. ازاي يا مولاي؟ لو قلت اتجاههم لقدام معنى كده تقصد تقول ان انا بقيت شيطان رجيم ولازم اقتلك عشان انا بقيت سلطان شيطان. ولو قلت اتجاههم لورا يا مولاي؟ لو قلت اتجاههم لورا معنى كده تقصد تقول ان انا بقيت سلطان خروف مش دريان باللي بيجرى من ورا ظهره في القصر. اصبحت السلطان الشمقمق اللي بيمقمق، وبالتالي لازم اقتلك عشان ما تفضحنيش. يعني كده ميت وكده ميت يا مولاي. معلش يا ابني اوعى تكون زعلان، انا مضطر اعدمك علشان احافظ على سر من اسرار السلطنه العليا. اوعى تكون زعلان ابدا يا مولاي، وجلالتك عمرك عملت حاجه تزعل. على كل حال انا هحقق لك كل اللي تتمناه عشان ضميري ما يعذبنيش. انت برضه في مقام ابني. ربنا يطول لنا في عمر ولي عهدكم كريم الدين يا مولاي. متشكر على المجامله الرقيقه دي. يلا اتمنى عليا. فكر الأراجوز بعمق وقال لنفسه ازاي يكون الأراجوز واموت بالسهولة دي؟ انا لازم اشيل الخوف من قلبي عشان عقلي يقدر يشتغل ويطلعني من المصيبة دي. ايوه لقيتها. اسمح لي يا مولاي السلطان اقول رايي بصراحه. اتفضل قول، ما انت كده ميت وكده ميت. يا مولاي السلطان عظمتكم شايف موضوع القرون ده غلط خالص، رغم ان العكس هو الصحيح. ازاي يعني؟ مش فاهم. لانك مفروض يا مولاي السلطان تتباهى بقرونك دي مش تستعر منها. انت هتموتني يا ولا؟ اتباهى بالقرون ازاي؟ وضح كلامك. تتباهى يا مولاي انك بقيت زي الملك العظيم ذو القرنين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم وجعله سبب لحماية الناس من شر يأجوج ومأجوج. اي والله صحيح، اي والله ده كان اسمه ذو القرنين. يا سلام يا رجوز، كلامك ده ريح قلبي. انت شلت من على قلبي هم تقيل كنت شايله من زمان. يا ريتني قابلتك من زمان، كان حاجات كتير او اتغيرت، لكن انا هغير نفسي من النهارده. انت من النهارده نديمي ومستشاري. أنا قاعدة مندمجة مع المسرحية سلطان الشمقمق اللي بيمقمق. يعني كلام بسيط وسهل وكلام فعلا مضحك في الآخر يعني، بس ليه أهداف معينة. طبعا. وفي المسرحية دي في حاجة مهمة جدا، إن في المسرح الشعبي دايما بيعلوا من شأن المرأة. المرأة دي مقدمة في المسرح الشعبي. حتى الملك لو قال لزوجته، يعني ما فيش أي ملك شعبي يتجمل في شكل زوجته أو جسمها تقول له هو أنا جارية، لازم يتغزل في عقلها. فالعقل بالنسبة حاجة مهمة جدا. عشان كده هنا في مشهد مع النوار ازاي المرأة ممكن تتحدى السلطان في المسرحية ديت. يعني أنا مقدمه هو برضه موجود معاكم هنا.
لان المراه في التراث الشعبي كله المصري والعربي مميزه جدا جدا جدا، هي الام وهي الست ذات الراي الراجح، مش هي المراه، مش هي الجاريه خالص. طبعا في فرق بين ده وبين ده. هي شجره الدر. فعشان كده كان المسرحيه دي لها منحى اخر غير التناول للمراه في المسرحيات الشعبيه الاخرى يعني. والمسرحيه الحمد لله لقت نجاح كبير جدا جدا، رغم ان تم ايقافها بعد عرضها وكده. الله يرحمه اخراج محمود الالفي يعني. كان في صعوبات واجهت حضرتك في اي مسرحيه قدمتها؟ والله صعوبته مع الرقابه. الصعوبات دي اكتر مع الرقابه. يعني مثلا في مسرحيه بتاعت لا كده نافع ولا كده نافع، كنت انا مقدم مشهد كده فيه 2 في اول مسرحيه بيخبوا سرقه، بيحفروا بخبوا ذهب سارقينه من بيت المال. وبعد كده كان طبعا من زمان في المسرحيه في اول في الثمانينات ولا اول الثمانينات يعني بخبوا حاجه في بيت المخبين سرقه كده، ويقولوا الناس كلها عارفه ان احنا شغالين في بيت المال ومش عارف ايه وبخبوا سرقه. بعد كده بنشوف الاثنين دول في اخر المسرحيه واخد بالك متعينين واحد رئيس ديوان وواحد وزير. فالرقابه قالت لا شيل المشهد الاولاني ده. قلت له ازاي؟ ده انا قاصد ان هم دول يتحولوا كذا، انا كنت شايف ده زمان. ووقفت المسرحيه ما اتعرضتش. فالله يرحمه محسن مصلحي، الدكتور محسن مصلحي اللي هو توفى في حريق بني سويف الله يرحمه، كان في الرقابه. قال لي بص يا سيد، الحل الوحيد انك تقدم التعديل ده لوحده هو لوحده للرقابه من غير النص، قول لهم ارجو الموافقه على التعديل كذا. هم هيقولوا ما فيش اي حاجه، هم يقولوا في اي حاجه لما يضموا له المسرحيه. قال لي والحقيقه المسرحيه ديت بعد شهر مش هو اللي قراها، الحقيقه التعديل مش هو اللي قرا المسرحيه. عارفين كلام عادي ما فيش اي حاجه خالص. عملت كده وخدت ختم عليها والمسرحيه اتعملت وقعدت تعرض سنوات طويله بالخدعه دي. هشوف برضو دلوقتي جزء تاني من مسرحيه الشطار ونرجع نكمل عن المراه. اتفضل. دي صينيه هنفترض ان فيها لقالق مليانه لقالق، وكل شويه يجي طائر من السماء يخطف لؤلؤه ويطير بيها لفوق لفوق لفوق. تقدري تفسري الحكايه دي يا حلوه؟ الصينية هي الدنيا، واللقالق هي الأرواح، والطائر هو ملك الموت المكلف من الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح. الله يا سلام، الله الله الله، والله أحسنت يا نوار. قلت المكافأة وبقت 60,000 دينار. يا راجل يا فاشل يا فاشل. ما الواحد ليس له 2، وما الاثنين ليس لها 3، وما 3 لا تصير 4، وما 4 لا تصير 5، وما 5 لا تصير 6. الواحد لا يصير 2، هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. والاثنين لا تصير 3، الليل والنهار. والثلاثة لا تصير 4، القسم بالطلاق. والأربعة لا تصير 5، الخلفاء الراشدون. والخمسة لا تصير 6، أوقات الصلاة. والستة لا تصير 7، أيام شوال 6. وال7 لا تصير 8، أيام الأسبوع. وال8 لا تصير 9، كم أهل الكهف وثمنهم ولا يعلم عددهم إلا الله. وال9 لا تصير 10، أشهر الحمل. والعشرة لا تصير 11 الوصايا العشر. وال11 لا تصير 12 وأخذ يوسف الصديق. وال12 لا تصير 13 أشهر السنة. وال13 لا تصير كفاية نوار، كفاية 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 كفاية. كفايه فعلا. طيب من المسرحيات الاخرى برضو اللي حضرتك كتبتها مسرحيه الموكب. الموكب ديت هي بقى انا مستلهمه من مولد موكب سيدة عيشه. انا صراحه اللي خلينا نتكلم برضو عن اهميه موكب السيده عيشه، وده اللي استوحيته من خلال موكب السيده عيشه، استوحيت المسرحيه. السيده عيشه ديت بنت جعفر الصادق، بنت محمد الباقر، بنت علي زين العابدين كرم الله وجهه. يعني هي من نسل يعني شيعه مش ده الموكب. دي الموكب الحقيقي اللي انا صورته وعملت منه المسرحيه دي. موكب فيها حوالي مثلا 6 عربيات كارو، عربيه عليها مثلا حلاق شعبي
عربيه عليها رجل يتزوج والعريس يهرب ويجيبوه يقعدوا جنب عروسته، في مقهى شعبي، ده الفرح الشعبي اللي عاملينه على الموكب. في بقى صوره مثلا ده امراه راجل عامل امراه تالت كلب، امراه تالت كلب، تالت كلب تولد كلب، تولد كلب بالك، تولد كلب، وشايله المراه شايله كلب في دهيت وكده. فحتى بص ايه الموكب، والموكب ده متوارث بقاله مثلا مئات السنين يعني. ولازم النماذج دي هي اللي لازم تبقى موجوده في كل موكب. في موكب ولا نماذج مختلفه بتبقى في من موكب لاخر. في حاجه تانية في موكب العيشه ده، الموكب ده بيبقى دايما في نص شعبان. واول حاجه واحد خدنا على الموكب ده الدكتور عماد ابو غازي وحسين كامل. عماد ابو غازي اللي كان وزير الثقافه بعد كده، قبل ما يبقى وزير مثلا ب 20 سنه يعني. ايوه كنت انا بعمل شغل مع حسين كامل حاجه في الاذاعه اسمها مصر التي لا نعرفها، وعملنا على الموكب ده. كنت انا بكتب السكريبت ليها الماده. المهم ان الموكب في الاول بيبقى لاعب نار ماشي في الاول، وبعد لاعب النار ده في واحد راكب حصان لابس تركي كده، وفي رقص بالتنوره. بعد كده تبدا ايه العربيات، مقهى شعبي، حلاق شعبي، زواج، ولاده، راجل بيكسر مسجون، بيكسر دبش. ما اعرفش صوره المسجون هنا موجوده عندهم ولا لا، يعني واحد بيكسر دبش كده على العربيه كارو، واحد مسجون بيكسر دبش وبيهرب بالناس والناس يجيبوه ويحطوه على العربيه. قعدت ابحث في الموقف ده وابحث في الموقف ده يعني. فلقيت بقى في دار الهلال من حوالي 70 سنه كده، اول ما شفت عاملين صوره للموقف ده، بس في محكمه والميزان العدل معوج كده يعني، مش متزن. ايوه يعني. ايوه. فكتبت عن مسرحيه الموقف. مسرحيه الموقف ديت كتبتها عباره عن عربيات كارو تحكي جزء، تدخل عربيه كارو تحكي جزء من حدوته، وتوقف العربيه وينزل ركابها يمثلوا جزء من الركاب ويمشوا، وتدخل العربيه الاخرى حوالي 7 عربيات كارو. وبقى مشكلتنا ان احنا ازاي نعمل العرض ده. طبعا هي بتحكي طبعا واحد حاوي بيلعب بالنار وبيلعب هو واخته، في تفاصيل كتير في الموقف. الحاوي ده كل تفكيره ان هو يوعي الشعب. فبقول لهم كلام، يعني اللعبه دي شفتها في بلاد السند والهند، وشفت هناك ما اعرفش ايه السلاطين اللي نايمه وسايبه الشعب كده، شفت هناك الشعب اللي بيقاوم الظلم، شفت هناك. فبيوعي الناس في ايه، في الحدوته. ففي الاتراك حطوه في دماغهم، فقرروا يقبضوا عليه ويقولوا لك انت ما بتدفعش ضرايب. وخدوا اخته حبسوها، خدوا اخته فقالها اهربي روحي ايه عند السيده عائشه. فدخلت عند السيده عائشه، فعملوا محاكمه وهميه كده عشان يعني يخرجوه، يعني يقبضوا عليه وحبسوه في السجن. قصه كبيره جدا، وازاي تم تهريبه، وازاي تم حدوته شعبيه كبيره جدا تقدم على عربيات كارو. كان المفروض عموما احنا للاسف عشان بس وقتنا خلص، لكن ان شاء الله لينا لقاءات اخرى. بشكر حضرتك الدكتور السيد محمد علي، الكاتب والناقد والرئيس الاسبق للبيت الفني للمسرح. شرفتنا ونورتنا وامتعتنا بكل الحكاوي وكتابات حضرتك في المسرح الشعبي. شكرا لحضرتك مره ثانيه. شكرا لكم مشاهدينا، اتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده. استنونا في حلقه جديده وحكايه جديده.